منورنا في المعهد. النهارده احنا ما شاء الله يعني احنا دايما في دعم واهتمام كبير جدا من المعهد العالي للدراسات الاجتماعيه بالانشطه الطلابيه، فدايما احنا بنلاقي المعهد برائد من رواد الاعمال الفنيه والانشطه الطلابيه والابداعيه. اتكلمنا عن كده. هو الاهتمام ده بيعبر عن اهتمام المعهد بالعمليه التعليميه. احنا العمليه التعليميه والجوده عندنا لها محاور، محور التعليم ومحور الرعايه الاجتماعيه للطلاب ومحور الانشطه، وبنعتبر الانشطه دي وسيله لاعداد الاخصائي الاجتماعي، واحنا في الانشطه بالنسبه لنا ليست غايه في حد ذاتها ولكن وسيله لاكساب الطلاب العديد من القيم والاخلاقيات والاتجاهات السليمه. وبفضل الله بنوفر كل الدعم للانشطه، وقد تكون الانشطه علاجيه لبعض الطلاب في مشاكلهم، قد تكون وسيله لاكتشاف قدراتهم، قد تكون وسيله لحل العديد من المشكلات. النهارده زي ما تسمع في قاعات الشباب في 53 طالب وطالبه بيشاركوا في هذا النشاط. 53 طالب وطالبه دول اتجذبوا من انشطه سالبه، شاركوا في نشاط ايجابي، انشغل وقت فراغهم بصوره ايجابيه. وقت الفراغ قاتل، الشباب محتاج من يشعر بالاهتمام، فنحن بفضل الله زي ما في اهتمام بالتعليم والتدريب في اهتمام بالانشطه، المباني، المسرح. احنا اصرينا في هذا المبنى ان يكون المسرح جزء اساسي في المبنى، لان المسرح بالنسبه لنا وسيله لعرض الانشطه الطلابيه. فاحنا بفضل الله وكان ربنا بيوفقنا اما يفوز المعهد على الجامعات المصريه في اسبوع شباب المنصوره، ده نوع من الشعور المعنوي لينا كمعهد ان احنا اللي بنعمله صح. لما نفوز على الوزاره، لما نلاقي شكر من حضراتكم متابعه، ده هو ده الهدف. احنا بنشكر القناه الرابعه على متابعتها لينا، واليوم وسيله لعرض بعض انشطه الطلاب كوسيله ايجابيه لاظهار شخصياتهم واظهار الجانب الايجابي فيهم ان شاء الله. كمان برضه الانشطه بتخلي يعني بتشجع الطالب ان هو يقدر ان هو يعبر عن نفسه وعن ذاته، فطبعا بيكون بالنسبه له طبعا شيء بيجعله ان هو يتجنب اي اخطاء او اي وقوع في اي مثلا افكار سلبيه. احنا زي ما بقول لحضرتك، ما انا عندي 53 طالب النهارده في نشاط من الانشطه. ال 53 دول بقى لهم شهرين في جروبات وفي اعداد، كل ده وسيله زي ما حضرتك بتقولي للخروج من اي مشكلات في وقت ان شاء الله النهارده باذن الله في المعهد فائز حضرتك. يا رب بوجود حضراتكم. الفوز هو نمره 2، بس الاهم المشاركه الايجابيه ويكون وسيله للطلاب. انا بشكركم واهلا وسهلا. ترقيم غلق أجهزة التليفون المحمول. السيدات والسادة ضيوف المعهد العالي للاجتماعي اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. النهارده في العرض الختامي للمسابقه الفنيه للمعاهد العليا، حضرتك بتكلمنا عن اهتمام المعهد العالي للاجتماعيه بالنشاطات الطلابيه في يعني هذا الاهتمام بيفيد في ايه؟ يمكن الحمد لله رب العالمين المعهد العالي للاجتماعيه في بورسعيد طبعا مكان الاستاذ الدكتور عبد الفتاح عن المعهد الحقيقه بدون اهتمام كبير جدا بالانشطه الطلابيه على كافه النوعيه والعقليه والذهنيه. نشاط ايضا بيخلي الطالب الخريج فيما بعد يبقى عنده قدره على مواجهه متطلبات الحياه واستخدام العصر اللي احنا بنعيش فيه. الانشطه بتساعد طبعا المهارات اللازمه للتفاعل مع الحياه وانجاز هذه المهارات في الحياه بالنسبه لاي فرد يعيش في مجتمعنا المصري. يمكن احنا بننفذ اساس القران الالهي واساس التعليم العالي والانشطه المعهد. ومع الحمد لله بيشارك في انشطه كتيره جدا على مستوى الوزاره وبيحقق الحقيقه مراكز. مفيش شك الطالب لما بيلاقي
اعضاء التدريس كان في تعاون ما بين الناس الاجنبيه في حب ان احنا بننتمي الى كمان هذا الانتماء اللي من اعضاء التدريس كان يعتبر معها من خلال المشاركه ومن خلال المشاهده ايه النهارده هو على طول بصراحه اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي مع شاهدين سافر الله مش سافر مش كابتن مكتبك على طول روح يا نبي حتى لا تخرج تاني للريف للنور تخرج من شق الحواديت تفتح لنا من تاني محاضر التحقيق المتهم حسن علي محفوظ ودي تربتنا كان اوله عجوز ب70 سنة ورجله كانت ثابتة
لما طلع للموت. والتاني كان وحيد وصاحب ناس. والاسم في محاضر التحقيق يوسف حسن سليم. وده ثالثهم شيال حمول. المتهم السيد عيسى الثاني. ربع كان زهران. المتهم محمد درويش زهران. الوحيد اللي الناس فاكرينه وعنه بتتغنى في غناوي. الغناوي تقول بطل. وهم قالوا في محاضر التحقيق حرام. هو بطل ولا حرام؟ اللي وصلنا الوقت هي الطرق وإياها أكثر من 100 سنة. الناس وأبراج الحمام والأرض وبيوتها والجامع ناس الأرض وناس الناس وكأن العالم مهدش ليها في يوم. تزرع وتربي حمام وازاي يكون زي العادة. طيبة وعصبية وضيق وحكاوي متكررة بين المخاليق ويقولوا اخرتها عيشة ولقمة وموتة. لكن ابدا مش هي. دي غنيئة وليها أسرار الملكوت والأرض. وعافية في عشر النور والشمس وريحة الطين الحي وعنيد أصوات الموت. دايما انت عنده من زمان. علشان كده يوم الحادثة ما ماتش ولا حدش منهم مات. لساهم فيها تكنين. والبعض بيحكي ان عندهم ده. كل عام يتجمعوا دايما بيحكي اليوم بعد ما الليل يحضن على الجميل وتنام هناك في شوال. للحب تلقي الموت بيصحوا على اذان خير الاذان. أذان ذاتي غريب مجهول ما يعرف السر إلا الزرع والغناوي البدود. طعم الشهد وبالعرف طعم الشهد وبالعرف طعم الشهد وبالعرف سلامات يا محفوظ. سلامات اتلميتوا قدامي وفي نفس الميعاد كتير بقالنا الوقت سنين نار بتلف وبيجي اليوم ونتجمع وهي بمزاجها ونايم بعد الشقة نايمة كما العادة. وشوال والحمام نايم. الحمام وصوت يوسف. صوتك يا يوسف كان عارف. عيني عليك يا حزين يا وحداني. الفرحة لي من بدري نسياني. مالي سند ولا لي عزوة وما فيش في قلبي غير البكاء. يا دنيا إن راح تعملي تاني. يا دنيا إيه راح تعملي تاني.
وارجع واقول كان كفايه رغبتك نصر تهديها السوق. يوسف يا طيب، يوسف يا طيب، ليه الزمان وياك ولا عشان صوتي راح وتعبت من بس الزمان مش سامع ولا فرحنا ننام وعاد سبحان الله يا طيب، وهو كل مكتوب في السماء. يوسف يا طيب، ليه الزمان وياك كده؟ سألت كده ليه الزمان وياك كده؟ ما سميتيش الرد يا ناس. المحكمة وفرت الرد علينا والموت. المحكمة والموت. ما ليه احنا بنتجمع دايما في نفس اليوم؟ لا كمان اتذكر يا ولاد يمكن يا محفوظ اكيد في شيء تاني هو اللي بيجمعنا في نفس اليوم. ايه هو بس يا زهراء؟ نفتكر احسن زي العادة. وانا عم اشتغل يوم ونص من نادي وشوش مغطيه السطوح. ازاي انا يا جماعه كل النساء بتدوق وهي وقتها سد مدهوش يا زهران ولا مدهوش. سألت تفاجئ يعني مين السود المدهوشين؟ الموت قريب بالشكل ده والخير. اللحظة كانت غريبة قوي يا ولاد. والموت بالشكل ده أغرب، والموت بالشكل ده أغرب. كان في الجو يومها غير العويل وصوت الناس والرب. وغاب الحمام وسمع من غير حمام في تنشوان زي ورد زرعها محروم. كل الحمام اتفضل الا هو بكى الحمام ومنقصه. كان صح وليد والملح لسلم المسمات لقيته بينظم على راسي. طلعت وانا نظري عليه طالع على المسناه ونظري كله عليه. رب وطار وانا نظري عليه وبعد وانا نظري عليه. صوت حلو وانا واقف على المسناه لقيت ما يغيبش على النظر. تعب كل شيء الا بحل العين. فجأة شد الطبلية من تحت رجلي. لكن كنت جاسر. ايوه كنت جاسر يا ام محفوظ. خليتني نمسك حنا بعض. الرعب من الموت كان زي الصواب يا ده. ابدا ما انا جاسر. كنت خايف بس موتر اللي بيسلم مساجد. كان غير وقت ابدا مش جاسر. اتعاند كل مره فيه. انا كنت فعلا مش خايف من الموت. وليه خايف؟ 70 سنه من الشقه كان هنتصل بعدها. كانش عندي غير انا الواحد راح في نفس اليوم قبل الحادثه ما تحصل.
كان يوم تقيل من أوله. كان يوم تقيل. يومها صحيت في الفجرية على خط شديد عذاب. صحيت علشان اسمع نكتة كان يقولها لي كلب. ايه ده؟ اسمع كده ليه؟ انا فاهم مين ده؟ وكيل العمدة. وكيل العمدة يا راجل. خير هي فين؟ ايه؟ ما هيكش الدلوقتي بتاعتك. ما تتشاور. انت وهي فين؟ هي يا بطني. البارة والطليوق. طارق، انت عارف انها اتسرقت مني امبارح يا غبي، وانت عارف هي فين دلوقتي برضه. عجايب يا خالد، جاي تصحيني في الفجرية وتسألني عن بارة اتسرقت مني. الممكن مش عايز تقول انت سرقتها تاني. يبقى مفيش غير حاجة واحدة، انت اللي كنت واخدها وبرجالتك. شيل ايدك لو تعرف. جننت ابو فلوس ومحتاج ادب فعلا. هتوقع فهمي عشان اتقدم وهترجعها. انت اللي هترجعها مش انا. في دول يا حسن. اسمعني يا راجل. خلصني واسيبها لك من غير قلب يتموت. ويعني ايه خلصني؟ يعني ما تعملش الوزر براس الباشا يا سلطان. ولو زودت هيمسح بيك الارض. انت هتسيب الشبر ونص عشان الصالح الارضي راح يديك خيرهم. تاني بقى يا تختار يوم ريحني بقى انا عليك وتضرب ليه انت وتتضايق. وكيل العمدة ولا وكيل الباشا حتى يا محفوظ. ريح نفسك يا فندم، ريح نفسك. بعد السن دي مش ممكن اكون حرمة. خليت رجالة ومش عارفة تعيش. كتير رصيدة سيبهم لعيالهم. اسمع، مش راح افوت الارض. في ايه؟ مش راح تفوت الارض. طب خليني اروح موضوع البار قدامي حتى من المساوي. رجع وضلالي وكان وانا في فوق. خليه وشوفه الزمنات طلعوه. خليه احتروا الله اللي فات. اخرج من الغارة من المنصورة. من اول انت هياخدوها ومفيش فايدة. اهتعمل يا ابو محفوظ، اهتعمل. الموت ساعتها كان عليا يا زهراء. ما حدش يخاف عليه. علشان كده كنت قصاد الموت ثابت. لكن تعرف كانت فين البقرة يا ابو محفوظ؟ بعدها جه الطوفان يا ابني. اسأل على ايه؟ كانت عندي البقرة يا ابو محفوظ. ايه؟ عندك ايه؟ قالوا بقرة حسن يا ابو محفوظ. اتزنقت يا رجال على طول. فسرت الملعون. كانوا عيننا ابدل وتفهمي لحد ما تقبل. رحت في نفس الليله ونوم عشان هنا ارجعها له. ما قابلتش حد. سحبت البقره وطاري على بال ما الصبح ايه برجعها لك. يومها حصل اللي حصل بتاع الفوجات. وفي التحقيق قالوا واديتنا معاه بقره مسروقه لما قبضنا عليه. لكن تعرف يا سهران وانت ساحبها من طريق فهم الليتله انا شفتك بجد. ايوه شفتك. كنت الليتله قاعد في الوسعات واحد. كنت ساعتها مولد في شبه ولا كان تفكر. مولد في شبه. ايوه مولد في شبه.
صوت سمر تقصد يوسف ازاي؟ حاضر ايه؟ تعالي يا نرجس بالمول نسينا في الأرض ازاي وين؟ القعدة 2000 حد لسان القلب المتمتور مني لسان الوش متقطع من الناس ربنا موجود يجي انت يا نرجس انا غرقان لو عش جسمي لو حوض زراعة الدرع لو عش وبار لو مرضت تشد لك نفسك بيك ربنا موجود نرجس نادي معاك يا سيدي شيخ يا سيدي شيخ يا سيدي شيخ يا سيدي شيخ شفعني يا سيدي شيخ يا سيدي شيخ ورجعت السائلة والشفاف وشوية لقيت خد مدن راجع من هون مالك يا واد الغازية بتاعتك يا واد يا واد مين اللي هناك دي؟ مين اللي هو انت ايوه انا بجد طب يا فندم قاعد افكر في الدنيا لا يا شيخ الواد له مخ وبيفكر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بتفكر فيها ايه بتفكر في البهائم ولا في الاطيار ولا بقى يمكن في مشاكل العبوديه يا خاي امال انا لو ما كنتش بطوق ومبرطع امشي من هنا وهيفا من هنا ايه بس يا مدد هو خرب افكر ايه النوني لفت دماغي قلت اقعد افكر هنا مع نفسي شويه كفرت تاني ولا كفرت ولا كفرت كده 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 اهو مع حضرتك تيجي نوني ما انت جاي برضه من هناك انت كده ويا الغزيه يا عم غزيه في عين ابوك قال لي بعدك وكنت بتحب مهما ايه كنت بتحب ايه ليه يروح المولد لازم يكون معاه ايش ينفع بها اصحاب المولد مش يتلقح على غيره ما جاي بابا مدن طب يلا اخويا يلا اخويا اجري ومن هنا افضل واحد لحظه النص بتاعك يلا بقى طب انا هبصد كده ومش عايز اروح الخص بتاعي دلوقتي انما انا بعيد ما ببصدش بعيد لما بشوفك باين اخويا باين ليه بقى كبار الشر هو انا ساعدتك في حاجه اسمع يا ولد اسمع يا ولد وبقولها لك على بلاطها شفتك بتكلم نرجس بنت اختي تاني حط حيشك البلد كده فاهم نرجس لا والله طبعا عارف انها سايبها عارف انها مش سايبه وعارف ان محدش يبقى لازم وعايش ازاي واحسن مش بجد بس انا مش هثبت على كده انا هنزل على البلد واشتغل تشتغل وساعتها انا دخلت منرجس واكلمه بيتكلم هنا يا ولد ان شاء الله يا ولد تكونش بتفكر هنا يا ولد هو انا مش راجل لا خدوا النص يا اخويا سيب الرجاله كمان انما يعني جاي على نفسك كده ليه لازم نام يا راجل ما عندك بنت العمر ولا بنت سلطان باشا ويبقى يوم المولى عند الباشا استنى وانت جبت فكره كده ده انت ابن حلال اخطف رجلك على البندر ايه واخطف بنت الخداوي انتوا اللي بتعملوا فيها ايه يا ولاد؟ انت العربي اتحمد ايه؟
تقول لي كلامي ما يجيش تشتركش في حاجه. انا بطلب الحلال، الحلال يا عم مدني، ما بطلبش الحرام ولا بطلب ايه بس خلاني اقول له نسيب وجواز كده انا بنسي على حبيبتي ولا نار جوايا وفضلت في بيتها ذكرها زي الذبيحه مدت ايدي على الناس يمكن يبني ويخفف الوضع انه يخرس وما نطقش بايدي ابدا. شويه زي فضل الله صح فوق المحفوظ منظره قدامي وانا غرقان في الغم نشفني وكأن ابويا صاحبي التاني كان وانت اندهت خدني معاك خدنا ناكب في الضلمه وفي الدنيا سنونه. انت عايز تبقى حرام يا يوسف زيي ومن لك كنت حرام الباشا والله العمدي والمحكمه بقى الناس الله بارك راجل كنت الحقاني ما تمدد ايدك ابدا على مكسور ساعتها كنت افضل ظهران حسيت لحظتها انه قصاد راجل ممكن ياخد بيدي ما يشوفش الغرب ويسكت. لكن ايه الفايده؟ ايه الفايده؟ كان بيناكب زمن اعلى عوضه صعب تقيل كان بعضه بيخوفهم بعض لما الواحد منهم يعمل عمله كان من جواته يقول زهران راح يعمل ايه وياي؟ فهمي لما سمع البقره كان بيسأل زهران راح يعمل ايه؟ بيخوفهم بعض لكن ايه الفايده؟ ايه الفايده؟ ايه الفايده؟ لا فضل فضل بيحميه الباشا والباشا وظهر الموت والظهر بيحميه الخواجات لفه كبيره ومتشبكه تمامي وفي لحظه لقينا نفسنا جوه الشبكه وفي لحظه رحنا بلاش انا الموتوا فمنت راجل زيك يا زهراء ايه معنى انك بتخوفهم لحظه؟ ضبط كلامك يا ابو محمود وبفكر فيه كان ايه فايده عنده قدام الدنيا؟ كانت دايما تسالني يا محمد دي كفايه راحه القلب وهدوء الست ليل ونهار تجي ورا فين هم؟ تجيني يا ضايع يا ساتر ريحني الارض وعرضها عليك من تاني ارجع ليها زي عباد الله خد سطح وافتح دار عيش زي بقيه الخلق سيبك من السكه دي نار ملهاش ميه تطفيه نار ملهاش ميه تطفيه هرجع للارض بعد ما دفنوا فيها ابويا ده لويس الطريق كان يجري ورا راحة القلب وهدوء السن في لحظة وايده هتفات اتدخل تقريبا كلبه مات فاكره كويس ايوه فاكره كويس كنت انا واقف طول الشبر وصدري وسألت ايه يا ام ليه يا ام قدروا مكتوب يا محمد هنغير فيه ايوه هغير طول ما انا عايش هم اللي هيمشوا جنب الحيط راح اوصل جراحات الانجال الدول ودول تستجريني ليه؟ ومررت الدنيا يا محمد احسن من نعم الدول. ليه يا محمد؟ يكفيني بابا يا ضرايب ايه الفايدة؟ حقاني ولابس ثوب الحرامية قطع طريق وابن ليه بيدور للناس على العدل لكن فايدته ايه؟ فايدته ايه؟ الباشا وفتاح باشا واكتر وفهمي كان باشا فضل فينا واحنا ربنا الطين والبواب ايه اللي واخد قبرصنا
حطوا دلوقتي وصل بس ومطلقين والخواجات في التوسعين دول كلها السيد البر ويسير الدنيا ومطلقين. اذا كان كده يبقى الدنيا ماشيه ازاي؟ ايه يحكمها؟ انا كده برجع للسؤال اللي جبنا بعد ما متنا لازم نتجمع تاني في نفس اليوم. وصول الطوفان الخواجات كان حين فهم يمكن العمر. يوم الصبح خدت البقرة بتاعتك يا مصطفى وطلعت القصر الصار وقفت ساعتها امر معايا البقرة قدام فهمي ويشوفها معايا. مريت بيها على دوار ولقيته عامل قاعد معايا ابوي وبنتي بطل وقلت له مش شايف الحديد اللي انا شايله على دماغي. انا يا عمي ما كفاياك السلة فهمي يا ابن جدع. ابوك يا اخي ما كانش مفتري ولا لسه. مالكش دعوه بابوي وبنتي من هنا يا راجل. انت اللي مالكش دعوه بابوك. كانت دول متعشى هناك عند الباشا معاك لكن كان راجل عفيف عمره ما كان زيك يجروا يقول لهم النكسه خليك انت والسلطان باشا بتاعك. ما تعمل يا شيخ عيسى بقى اسكت انت. البرج خلاص خير فهمي استريح ما انا اقول ولا يقول عليك انت اتكلمت يا راجل. انا خارج بركك ليه؟ مش عارف ليه عشان الباشا ماشي باشا يا ولد وكل حاجه باشا والناس بيلعب وياكم وتمام. ما خلاص بقى يا سيد وما اتفقش بقى. لا اللي بقول الباشا ابويا ضيع عمره هناك وصريته ايه وبعدين مخطورها هناك. ما تصلحوا بقى يا سيد ويبقى شويه يا جدع واحنا معاه. حركت يعني حركت ما هو طول عمره بيقرا في البيان وماشي. ده على ضربك يا بلال
حقا اللي احداكم شوية رحمة. ما خلاص بقى يا ولد انت هتقلبهم الاخر. ما خلاص بقى يا سيد ايه تفهم مين؟ تفهم اللي قلت قول له ما تفكرش كده وبسيطة. سماحة يا سيد واحنا معاه وبسيط. ايوه بسيطة. وبلاش تعرض افعال اللي شبه بلاطة الفرن دي وبسيطة. ما حدش يتكلم الوقت في حاجة. وثلاثة بالله العظيم. ايوه المسألة ابوه جر من هنا ده كل مطينها على دماغه ودماغ ابوه. انا شوية يا فهد انت ما كنتش عامل حساب لعبد الراجل ده يبقى عشان تبنه وانت بتتدخل لا مين من الناس يقطع اللي بيحصل؟ يقول اللي هنتناقض ليه؟ لا ما حدش يحوشني دي هو ده صحيح. مش هتفضلوا كده. انا عارف اخرتها معاه ايه. مين ده؟ وكيل العمدة يا يوسف ودراع الباشا الممدودة في كل مكان تهمش وتخربش وتنكد عيش الناس والناس طيبة خالص وسكتة. ودي ساعات قلت يا سيد عملوا لك ايه الناس؟ احسن النعمة لاجل ما شافوش. احسن النعمة لاجل ما شافوش. بتستنى عدامك الأخر صوابي مش عارف عليكم تبقوا زي أبو التوكيلة تتخانقوا مع جدي طيب اللي كل الناس يلا يا جدي يلا حقك عليا. روح مهما روح. لا مش ماشي. سيبوني دلوقتي بقينا نخلي الفهم يا سيد. الحكايه زادت قوي يا صغار. عارفها كويس زي ما انا حافظ فهم كويس. طب انت معاهم انت كمان وازر الشر من بقى قال لك لا سمح الله اني ناوي على شر. انا بس عايزك تفهمني شويه فاهم. ما تكبرش الموضوع بالطريقه دي يا صفراء. تحكي ايه دي شوفوا جاي المحلية يا ناس ويهديتني ولا ايه الحكايه دي؟ انا عمري ما بهدد حد. انا اللي بشوفه بعمله على طول. سلم يا مدني يا ابويا شاهدنا على الكلام دي. بس يا زهراء بس يا سيدنا يا حبيبي ما تعالش نفسك يا حبيب قلبي. جراس يا ولاد جراس يا صحاب دي حكايه يا ولاد. هو قال كلام غلط؟ انت بنت حيواني وما تحطش غلط فين؟ هو هتتكلم كمان كله يطاطي كله يسدد فوزه ويهوز. وصل الزنادي خليفي بسيف الحديد. يا ولد الصيحة والصنبليطة اللي انت عاملها دي بيبروا يا ولد. كما عيوني دي الجزية بتاعتك دي يا مادة. كما عيوني بنت الخزية بتاعتك دي. يطلع رقاب النيابة دول. مين من الأندال يطلع له؟ مين يطلع للزنادي خليفة؟ شيخ منصر كان ولا حتى اوعى عارف عدالة اوعى عارف شيخ منصر كان ولا حتى خواجه. انصح منك له الله تاني العمدي يجيني دلوقتي. الوقت عينه اتكلم ولا الحكايه دي؟ انت هو اللي اتكلم من هنا
الخليفه يتكلم تسكت خالص. ايه؟ فين العمده؟ فين العمده؟ ها؟ فين العمده بقول يا اولاد؟ فين العمده يا اولاد العمده؟ لازم يا ولد. في ايه يا زمان؟ مفيش حاجه. الله سيدنا يا يوسف مفيش حاجه يا اخي. هو لي شويه في البلد ولا يعني لي شويه في البلد؟ يعني لما اقول فين العمده يبقى يجي لي ده اتعبت يا ابني ياخد يا ابني. انت بتتكلم معايا ليه؟ هو انت العمده؟ انت العمده عشان تتكلم معايا؟ اما عجايب هو يا ولد مطرح العمده. سيف فهمي مطرح العمده. انت وبلا انا مانيش عايز همة العمده ولا مدام العمده. انا عايز العمده شخصيا. وبلاش قضايا يا ندى، بلاش قضايا يا اخويا. سيبك منه يا سيف، سيبك منه يا سيف فهمي. هاخد على كلام واحده بس. سيبك لا تكون يا ولد. يا ولد سيبك يا صوت هيتسحب منه يا ولد. يا ولد هيقع يا ولد. يا ولد يا ولد ما ينفعش كده. خلاص يلا يلا امشي بقى من هنا. ايه خلاص ذنبكم على جنبكم ببلاش. هتتنيل فوق دماغكم كلكم. يا ولد اتكلم يا ولد. يا ولد اتكلم يا ولد. حضرة العمدة نزل شمال وكمان نزل شمال. يبقى وعيته صادق. بعرف انت الاسود ومش فايق. انت حضرتك في الوقت احسن فين؟ مستخفين علينا كده؟ ايه؟ ولا انا ولا ايه ولا غفير؟ سيدنا يا ولد سيدنا يا ولد ضيع راسك بالسيف وبتاع الله. سيدنا ايه؟ انت يا ولد ايه؟ انت على ميت الحبس ورطلك الاستعباد ده خالص. انت اما انك اهبل يا فهمي يا وكيل العمدة. وكيل العمدة هيحط الزناتي خليفة في الحبس.